أنت عارف إن السيجارة الواحدة ممكن تضيّع لك 3 أيام تمرين في الgym؟ يعني كل العرق اللي بينزل منك بيروح في نفخ الدخان. تعالَ بقى يا صاحبي أقول لك إن التدخين مش بس بيبوّظ الرئة، لأ ده كمان بيأثّر على النَفَس والدم اللي واصل للmuscles العضلات. كل مرّة بتشرب فيها سيجارة جسمك بياخد غاز ضار بدل الأكسجين، وساعتها بس هتحس إن نَفَسك قصير ومش قادر تكمّل التمرين. أقول لك كمان إن السجاير بتبوّظ عملية الاستشفا في العضلات بعد التمرين، يعني بدل ما جسمك يبقى جامد، لأ بياخد وقت أطول ويتعب بسرعة. تعالَ خُد بقى الأغرب، إنك بتصرف فلوسك على اشتراك الgym والأكل، وفي نفس الوقت بتحرق صحتك بالسجاير. يعني من ناحية تانية بتبني ومن ناحية تانية بتهد. يا حلاوة. لو عايز بجد تشوف نتيجة يبقى تبعد عن السجاير. طبعًا أنا نسيت أقول لك إن السجاير حرام، يا إما تختار طريق صحتك، يا إما طريق هتتعب فيه. القرار قرارك. كده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهارده. ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، وأشوفكم في فيديو جديد.